اهلا ومرحبا بالساده المشاهدين في حلقه جديده من روبورتاج عيدك يا ام. النهارده بنقول لكل ام كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت في حياتنا، كل سنه واحنا من غيرك ولا حاجه. حتى الامهات اللي افتقدناها بنقول لهم الله يرحمكم، احنا من غيركم، احنا مفتقدينكم، احنا مش حاسين بالدنيا من غيركم. النهارده معنا ومعكم احد الكوادر الشبابيه اللي فرض نفسه على الساحه باعماله وحب الناس ليه. النهارده زي ما جبنا الفترات اللي فاتت، الحلقات اللي فاتت، بعض الشخصيات اللي توفاهم امهاتهم توفتهم الله، النهارده هنتكلم عن وجود الام في الحياه وقد ايه هي فرق وقد ايه هي سبب في التقدم. معنا ومعكم الاستاذ محمد ابو عيسى. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. شرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب وكل ام طيبه وبخير وسعاده وكل سنه والشعب المصري بخير بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المعظم. اعاد الله عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كلها بالخير واليمن والبركات، وكل ام وهي طيبه وسنه سعيده ان شاء الله. استاذ محمد، في البدايه عايزين نعرف مين هو الاستاذ محمد. طبعا انت غني عن التعريف، بس في ناس حابه تعرف مين هو الاستاذ محمد ومين ام الاستاذ محمد. انا محمد ابو عيسى، طبعا الحمد لله رب العالمين ابن لجميع عائلات الهرم كلها، ويمكن الحمد لله الهرم كلها يعني عارفه مين محمد ابن الهرم. يعني ما احبش اقول محمد ابو عيسى، بقول محمد ابن الهرم، لان انا بتشرف ان انا ابن لكل عيله في منطقه الهرم. امي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها ليا، هي الحاجه ام محمد من عيله ابو صليب. طبعا عيله عريقه، عيله نظيفه، عيله محترمه. والدتي صاحبة أفضال عليا، ويعني مهما اتكلمت يعني مش هديها حقها. ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها ليا، شايلة معايا كتير يعني. محمد أبو عيسى لما دخل العراق السياسي والانتخابي والكلام ده كله، كان إيه رأي والدته؟ والله هي الحاجة قعدت معايا، أول حد قعدت معايا هي الأول، فقلت لها إيه رأيك أنا هنزل انتخابات مجلس النواب اللي جاية. قالت لي طيب يعني فكر شويه، طيب الدنيا فيها انت شايف ايه؟ قلت لها انا شايف يعني ان شاء الله هتبقى تجربه كويسه وفي خير، يعني انا كنت متفائل خير يعني. فقالت لي خلاص يا ابني، قعدت تدعي لي وقالت لي ربنا معاك، وحضرت معايا الانتخابات كلها، يعني وقفت معايا، وقفت في لجنه وكانت بتقابل الناس، ويعني غير دعوتها يعني ربنا يخليها لي يا رب ويخليها لي ويديها الصحه يا رب. يعني نقدر نقول ان هي كانت من احد اعمده الحمله الانتخابيه بتاعتك؟ انا عايز اقول لك على حاجه كمان، ان هي كمان كانت عامله جمعيه، والله العظيم دي يعني مش هنساها خالص. كانت عامله جمعيه وقبضت الجمعيه وبصيت لقيتها بتخبط عليا في يوم كده بالليل، انت نمت؟ قلت لها لا انا صاحي بكتب بس شويه ورق كده وبتاع. فقالت لي طيب خد، انا كنت عامله جمعيه ب 10000 جنيه، خد خليها معاك عشان تصل. ازاي؟ مش طب ازاي؟ انا العيله يعني واقفه معايا والناس كلها واقفه معايا وانا معايا. قالت لي والله العظيم ما هترجع، ده اقف بس شوف هتجيب ورق، هتجيب حاجه وكده. وراحت شايله بيبس، جايبه بيبس وحاجات، وراحت موديها المقر، يعني من ضمن الحاجات اللي مش هنساها خالص. صاحبه فضل عليا يعني. نصيحه نصحتها لك وما زالت ترن في اذانك؟ لا، هو النصايح كتير، وكل نصيحه مرتبطه بموقف ومرتبطه بحاجات، بس هي دايما يعني مالكش دعوه بغيرك، خليك زي ما انت ماشي، ما يهمكش من حاجه، طول ما انت صح وماشي كويس ربنا هيكرمك. وتملي تدعي لي ربنا يحبب فيك خلقه، وربنا يكفيك شر المرض، ربنا يبارك لك في اولادك. تملي دعوتها مصاحباني وانا عايش بدعوتها الحمد لله، فضل من الله يعني عليه. تعرضت لمره في المرات موقف ما بين الزوجه والام؟ طبعا كتير يعني بيبقى وارد في كل بيت مصري، في كل عيله بيحصل بعض الاختلافات، بيحصل بعض النقاشات، انما ما فيش حدود بتعدي. امي يعني 100%، الام في البيت 100%. فيش ام عايزه تخرب على ابنها بالبلدي كده، ولا عايزه تهد سر بيت ابنها ولا الكلام ده كله، بل بالعكس. الام هتفضل ام، خايفه على ابنها، محتضنه ابنها، بتحب ابنها، واعز الولد ولد الولد وعيال ابنها، بل بالعكس هي عايزه الدنيا كلها. بس طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، انا في حياتي كلها يمكن يعني انا اتجوزت عندي 16 سنه ونص، 17 سنه، متجوز دلوقتي بقالي 19 سنه ولا حاجه ولا 20 سنه. الحمد لله انا عندي مراتي، يعني امي دي زي ما فوق دماغي فوق دماغ واولادي. وبالليل كده يا تيتا رايحه فين؟ استني يا تيتا هناكل، استني. لا الحمد لله رب العالمين، فضل من الله، وده فضل من الله. خلي بالك لما الزوجه تكون صالحه، ده بيبقى فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا يعني.
ربنا بيكرمك. ولو انا مثلا في حاجه عندي ما كنتش وصلت اللي انا فيه دلوقتي، او ما كنتش على الاقل حققت جزء من طموحاتي مثلا في عدم وجود استقرار مثلا، لا 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 الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليهم ويبارك فيهم يعني. تقول لابنك ايه انت عملته لوالدتك عايزه يعمله لوالدته؟ لا ابني بيشوفني، انا ما اقولوش، ابني بيشوفني. بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك افعل كما شئت، افعل كما شئت فكما تدين تدان. اللي الابن هيعمله في الام ابنه هيعمله فيه، اللي بيعمله في الاب هيعمله. انت شوف ابنك، انت النهارده انا شفت ابويا بار بوالديه، انا بطلع زيه واكتر كمان. وبالذات يعني انا كمان بالنسبه لي امي ديت هي يعني هي الام وهي الاب. يعني انا والدي توفى وانا عندي مثلا حوالي 10 سنين، وانا كنت الكبير، وهي يعني هي اللي ربتنا، وهي اللي خلتني، صرفت عليا وصرفت على اخواتي وجوزتهم وجوزتني انا كمان، وتعبت وزي ما بيقولوا كده بالبلدي، زي ما بتقول كده فينا عندنا في العرب، يعني كسرت صباها عليك. بنت اصول فعلا. هي صاحبه فضل علينا كلنا، انا واخواتي، احنا بنتين وولدين، فهي ربنا يديها الصحه جوزتنا وكبرتنا وعلمتنا. يعني انا اكبر اولادها، ووالدي متوفي وانا عندي 10 سنين، يعني ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لي يا رب. يعني تقول لابنك اللي انا بعمله اعمله. اقول له عمرك قعدت ابنك كده في مره وخدته على جنب بيته وخرج عن السياق فخدته؟ لا لا خالص. انا ممكن بس موقف حصل لي من شهرين 3، ان انا عندي خالي الوحيد اخو والدتي توفى رحمه الله عليه الحاج سيد المصلي، فحسيت ان والدتي يعني ان هي يعني ايه بدات تنكسر كده، يعني اخوها الوحيد وظهرها. فقعدت فعلا مع اخويا محمود وقعدت مع ابني وقلت لهم بصوا انا يعني مش عايز حاجه تزعل امي خالص خالص، يعني لو في حاجه زعلتها اكني انا اللي زعلت. لان طبعا يعني فقدان الاخ ده بتبقى حاجه صعبه، يعني حاجه صعبه جدا، بالذات لما يكون الاخ الوحيد والاخ السند. فوالدتي بقى يعني هو صعب ان انا اطلعها من المود بتاع ان اخوها توفى بتاع، ولكن كان ليا دور ان انا اخرجها، لان يعني هي دي سنه الحياه، وده ربنا سبحانه وتعالى كاتبه، وده الحاجه اللي ما فيش مفر منها يعني. قول لي سر ما بين محمد ابو عيسى وبين والدته وحياه محمد، او ينفع تبقى بيه؟ لا والله يا بص ما فيش اسرار، بس يعني ايه في روحانيات. يعني تخيل مثلا، يعني هقول لك على حاجه، اما باجي مثلا اعمل حاجه انا ومراتي، فامي تطلع تقول لي ايه رايكم لو عملنا كذا كذا، تقول لها تصدق محمد قال كده. طب والدتي قعدت مع اخواتي تحت تقول ايه هنعمل كذا كذا، فانا انزل تصدق عايزين نعمل كذا، يقولوا تصدق الحاجه لسه قايله كده. فبيربطني بيني وبينها فكر، روحانيات كده، قريبين لبعض جدا في الفكر وفي يعني في النظره وفي الاشاره. لا 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 والدتي ديت يعني مهما اتكلم عليها مش هدي لها حقها، لان بالفعل هي يعني تعتبر يعني ام مثاليه، ربت وعلمت وكبرت وجوزت وكل حاجه في حياتي، يعني الحمد لله هي كل حاجه في حياتي. في طقوس معينه بتعملها في عيد الام الحاجه؟ والله بصراحه مش انا يعني انا يعني عيد الام عندي عادي يعني بصراحه، يعني كل سنه وانت طيبه يا حاجه وبتاع، انما عندي مراتي واولادي بصراحه. يمكن انا ما عملتش كده بس هم عملوا كده. مثلا مراتي تروح تجيب مثلا كام جلابيه كده تروح تخيطها عند الترزي وده هديه. ولادي يجيبوا مثلا التحجيبه، القميص الملز بتاع زمان ده. فديت بصراحه والله يعني ديت يعني حاجه كده شبه سنويا، انا ما عملتهاش بصراحه. انا عملتها من 2 سنين قبل الانتخابات، اخدتها وجبت لها تراضيها يعني عشان ايدك في الانتخابات، جبت لها خاتم وبتاع. ده انا عايز اقول لك على حاجه كمان بخصوص الانتخابات، ليها موقف معايا يعني، والموقف ده لسه منتهي امبارح. يعني انا فوجئت قبل الانتخابات، فالحاجه كانت بتنزل بقى وتقابل الناس وبتاع، فقالوا لها محمد هينجح، على فكره محمد هينجح. فجت من نفسيها معاها جزء بقى متبقي من الجمعيه اللي احنا كنا اتفقنا عليه، خد بعضيها وراحت عند عم الحاج محمد الطباخ ربنا يديله الصحه، وقالت له بص انا عايزه طقم انتريه كده، طقمين احسن محمد هينجح في الانتخابات والناس هتيجي تبارك له. فيعني
هيروح فين؟ انا عندي الريسبشن كبير جدا يعني في البيت، احنا بيت عيله يعني. وانا راجع بالليل من المقر، اقسم بالله زي ما بقول لك كده، لقيت الانتري 2 انتري. ايه ده يا حاجه؟ قالت لي بص ان شاء الله امال لما الناس تيجي تبارك لك هتبارك لك فين؟ هتجي لك هنا. فالمهم انت جبتيه بكام؟ فصعقت بمبلغ، جايبه بمبلغ كبير يعني. فحتى جيت بقى من يومين، خلص ازاي؟ خلاص كان فاضل 5 كمبيالات. فانا اتصلت على عم الحاج محمد الطباخ، راجل محترم ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحه ويبارك له في اولاده. ومجرد ما كلمته بقول له احنا بص علينا 5 كمبيالات عايزين نسددهم بقى، احسن دول بتوع الانتري بتوع الانتخاب. قال لي يا خرابي ده انت تيجي دلوقتي يا خبر ابيض يا استاذ محمد، ده انت ابننا هو فعلا حد بمثابه الاب. ففعلا راحوا سددوا الحاجه. ومن كتر ان انا غالي عند الحاج محمد الطباخ بعت لي سبحه وبعت لي مصحف وبعت لي جلابيه وبعت لي مصليه، ربنا يديله الصحه. وانا بشكره، حد من الناس الافاضل اللي في بلدنا. فده موقف من ضمن المواقف بتاع الحاجه معايا بخصوص الانتخابات. عندنا الفترة دي بنشوف كتير شباب بتخرج عن موضوع الأم، ممكن تفضل الزوجة، وممكن نسمع لدرجة إن إحنا وصلنا لدرجة إن نسمع شاب يقتل أمه. تقول له إيه؟ تقول لي ناس دي إيه؟ بص يا باشا، أولاً دي بترجع للبيئة، أساسها البيئة اللي هو قاعد فيها. تاني حاجة السلوكيات اللي بتحصل ده اللي بيعمل كده، هو مش عارف قيمة الأم إن هو ماشي بفضلها وبدعائها. لا 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 طبعا. أنا يعني أنا بشوف يعني تعليقي على الموضوع ده بيرجع للبيئة. هو لو شاف أبوه بيضرب أمه هيطلع يضرب أمه، شاف أبوه بيشتم أمه هيطلع يشتم أمه، شاف أبوه بيعز أمه وشايلها فوق دماغه هيعمل. دخلت في مشكلة زي كده؟ كتير. أول حاجة بتقولها للشاب إيه؟ اول ما بخش عشان احل مشكله، يعني انا تطرقت لحاجات زي كده كتير وعندنا في الهرم. اول ما بخش الام تعيط وصعبان عليها، لدرجه مره جابت لابنها الشرطه، واول ما رحت استاذ محمد وقف معايا عايزين نجيب خلاص، انا وقعدت اعيط. لا الام، هو في بعد الام يا استاذ ابراهيم؟ مفيش بعد الام حاجه. الام ديت يعني ربنا يدي لكل ام الصحه ويبارك فيها ويرحم كل ام يا رب. وانا نفسي بقى يعني ان شاء الله اكلل كل الحاجات دي كلها ان شاء الله، ان ربنا يكرمني ونطلع انا وهي عمره ان شاء الله او حج ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. إن شاء الله تروح وترجعوا. فلا الام دي حاجه ثانيه الحمد لله ربنا يكرمك. في دقيقه كده قول رساله لوالدتك وكل الامهات. رساله لوالدتي، ربنا يديك الصحه ويخليك ليا وما تحرمش منك ابدا ولا من عطفك عليا. وقفت معايا كتير وساندتني كتير وصاحبة فضل عليا، ومهما اتكلمت مش هقدر اديكي حقك ولا هوفيك حقك ولا جزء حتى من جمايلك عليا، وما زلت بتدي لحد النهارده. ربنا يدي الصحة لكل ام وكل شاب وكل واحد ما عندوش غير امك، ربنا يبارك لك فيها، خلي بالك منها. احنا عايشين بخيرها، عايشين ببركتها، عايشين بدعائها. والام توفاها الله، فيعني ربنا يرحمها يا رب ويبارك فيها وان شاء الله يجعلها مع الصديقين والانبياء ان شاء الله. وربنا يخليك ليا يا امي يا رب، يا اعز حاجه ليا، كل سنه وانت طيب. شكرا يا محمد، شرفتنا ونورتنا واحنا سعداء جدا بالكلام اللي سمعناه حضرتك جدا. وزي ما بنقول يا جماعه، الام افتكر يا اللي تزعل والدتك انك هتيجي في يوم من الايام وتندم وتقول يا ريتني ما كنت زعلتها. اشوفكم في حلقه جديده من ريبورتاج عيدك يا امي، معكم ابراهيم مصر وحسن سعيد. الى اللقاء في حلقه جديده.